هو ضرب مسامير معمولة مخصوص في الحيطة وركب جهاز سحب هيدروليك. في لمح البصر حيطة محل المجوهرات اتفتحت واتمزقت. هو والطاقم بتاعه زحفوا من الفتحة ودخلوا خزنة البنك اللي جنبهم على طول. في نفس الوقت البوليس كان متمركز في الشارع المقابل مستني أي حركة. هو تجاهلهم، مسك الدريل وبدأ يشتغل على القفل. صب خليط كيميائي من برمنجانات البوتاسيوم وحمض الكبريتيك جوه فتحة المفتاح. كل اللي عليهم يعملوه إنهم يستنوا 10 ثواني. البوليس سمع الانفجار وهجم على محل المجوهرات، بس ملقوش غير مخزن فاضي. ساعتها المحقق فهم بس متأخر. العصابة كانت بترصد المكان ده بقالها 3 أسابيع. العملية الحقيقية كانت بتحصل في البنك اللي في الشارع الخلفي. جوه الخزنة الطاقم واقف قدام حيطان مليانة سبايك ذهب، بس الزعيم كان أذكى، ساب الذهب وراح للكاش. الذهب وزن ميت، إنما 10 ملايين دولار كاش وزنهم حوالي 105 كيلو بس. الوقت كان بيجري. البوليس وصل البنك بعربية مصفحة وسلاسل وقلعوا باب البنك الأمامي. الطاقم كان خلاص طالع من المخرج الخلفي وفجأة خبطوا في عامل نظافة عجوز. الشريك ضرب الراجل وطلع السلاح عشان يخلص على الشاهد. الزعيم وقف له وقال احنا جايين فلوس بس. السلاح ضرب بالخطأ والشريك ضرب نفسه في رجله. أول ما المحقق سمع صوت الطلقة حول كل القوات للحارة الخلفية. الزعيم شال شريكه المصاب وحطه في عربية الهروب ورجع تاني عشان ياخد شنطة الفلوس، بس أخوه دوست بنزين ومشي وسابه لوحده. محاصر بصوت السرنات، خد عربية بوليس وجرهم وراه في مطاردة سريعة. في الآخر خبط في مصنع وفريق الاقتحام حاصر المبنى. طلع صورة مراته وعياله واتنهد وهو باصص على شركاه اللي خذلوه. نزل من العربية رمى ال 10 مليون دولار في فرن النار وطلع ايده لفوق وسلم نفسه. لما البوليس مسكه الشنطة كانت فاضية، لا فلوس ولا دليل. دخل السجن بس من غير المسروقات، معرفوش يثبتوا التهم، وبعد وقت قصير رجع الشارع تاني.